اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده احنا بنعمل الفطار مع بعضنا. حبيت اشارككم الفطار اللي انا هعمله النهارده. انا معايا كده حله فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت. حطيت فيها بصلايه زي ما انتم شايفين كده. حطيت فيها بصلايه كبيره. ننزل بكميه اللحمه اللي معانا التانيه اهي. نوطي النار شويه. هي اتفقت مننا هنعيدها تاني. حطيت فيها بصلتين كبار، وحطيت فيها طبقين من اللحمه، يعني كيلو لحمه مفرومه. هنعمل مع بعض النهارده فطار جلاش باللحمه المفرومه ورقاق باللحمه المفرومه برضو. بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الطبق اللي ده مجمد شويه، جامد شويه. هسيبه هوطي النار لحد ما يفك يعني مع نفسه كده. والبصلايه تبلتها ما حمرتهاش، تبلتها زي ما انتم شايفين كده. والاكل بتاعنا طبعا احنا النهارده انا بادئه متاخر الفطار، ان شاء الله هنخلصه على طول مع بعض. والشوربه بتاعتنا هي السخنه اللي احنا هنعمل بها الرقاق، طبعا غليتها ونخلص ان شاء الله فطرنا. يلا بينا نعمل الجلاش والرقاق مع بعض عبال ما اللحمه بتاعتنا تتشوح كده. حبايبي زي ما انتم شايفين كده بقى، زي ما انتم شايفين معايا السمنه اهوت، ومعايا بعمل الجلاش بتاعي. دهنت سمنه في الصينيه من تحت، وبعد كده حطيت رق جلاش. كل رق هعمل عليه سمنه، وعلى قد ما يجي من كميه الجلاش بتاعتي هحط نص كميه الجلاش بتاعتي، هحط نص يبقى احط كميه اللحمه بتاعتي، وبعد كده اكمل نص كميه الجلاش. تمام كده. دي بقى اللحمه اهيت معانا. حطيت عليها شويه ملح وفلفل اسمر وكمون، كله معلقه صغيره. وحطيت جوز الطيب. هحط بقى اللحمه بتاعتي في الجلاش دلوقتي على الجلاش. نص كميه الجلاش زي ما انا قلت لكم. هنوزع كده اللحمه كده بقى. فردت نص كميه اللحمه، يا رب كميه اللحمه على نص كميه الجلاش معايا اهوت. هكمل بقى بقيت نص كميه الجلاش دي على الوش، وادينه برده كل رق سمنه، ونشوف هنسويه ازاي مع بعض. ده بقى الجلاش بتاعنا، اهوت. خلاص خلصته وقطعته. هنجيب بقى بيضايه وكوبايه لبن نربها، ونحط عليها شويه فلفل اسمر فلفل اسمر. مش عارفه الصيام عامل معانا ايه. ونقوم جايين حاطين ربينه كده على صينيه الجلاش، ونوزعها كويس، وبعد كده ندخلها الفرن على درجه حراره 180، الرف اللي في النص. هنا بقى كمان الرقاق عملناه. طبعا دي الشوربه. كل رقاق بتغطسيه هنا بالشوربه، وبتحطيه وتدهني فوقه سمنه. طبعا حطينا نص الكميه، ودي كميه نص اللحمه اهوت. وهنحط كميه نص الرقاق التانية برضو سمنه، ونقطعها، بس ده مش هنحط عليه بيض ولا لبن، وندخله الفرن. تمام كده. يلا بينا نشوفه بعد ما يطلع من الفرن. وده بقى شكل الصينيه. حطينا البيض اهوت زي ما انتم شايفينه، بيضه على كوبايه لبن، شويه فلفل اسمر، وتربيه كويس وتوزعيه في الصينيه بتاعتك. وده شكل صينيه الرقاق اهوت. برضو قطعناها وحطينا سمنه على الوش اهوت. دي ما بتحطلهاش ولا لبن ولا بيض، بتدخلها الفرن تاخد وش من تحت ومن فوق، وبتطفي عليها. ودي برضو كده بتشغلي من فوق ومن تحت الجلاش برضو. تمام كده. نشوفها بقى بعد ما تطلع من الفرن. ده بقى كده شكل الاكل بتاعنا. طبعا سفره كده او طبليه كده بسيطه وسهله، مفيهاش اي حاجه. الرقاق بتاعنا المقرمش، الجلاش معانا برضو رقاق وجلاش. جم معايا دي الصينيه دي 3 اطباق، والصينيه دي جم 3 اطباق، ومعايا المخلل الليمون المعصفر اللي انا كنت مخللاه معاكم، ومعايا هنا عصير الفراوله والميه. تمام كده. وبرضو بنقلي بطاطس عشان الاطفال برضو وكده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون خفيف على قلوبكم. اتمنى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديوهات كتير على خير، ومع السلامه.